قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربان سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله. عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. النهاردة فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم وتاخدوا منه افكار وتستفيدوا منها. بس لو اول مرة بتشوفيني، انا اسمي اسماء. من فضلك ما تنسيش تحطي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات. وحبيت كده ابدأ معاكم الفيديو بفطار حلو قوي. عملت البيض كده زي ساندويتش من غير عيش من غير اي حاجه، وحشيته زي ما انتوا شفتوا كده جبنه ولانشون. وبجد الاكله دي حلوه قوي قوي. وعايزه اقول لكم ان انا لما عملت البيض كده الفيروز حبيته واكلته بالطريقه دي. ودي الطريقه الوحيده تقريبا اللي هي بتاكلوا بيها، ان انا اعمله لها زي ساندوتش كده واحط لها جواه بقى جبن او اي حاجه. فبيطلع حلو قوي بصراحه وسهل جدا معايا في الاكل. زي ما انتوا شفتوا كده بقطعه سلايزات وبيتاكل بالشوكه وطعمه لذيذ. هنا بقى هشارك معاكم طريقتي في غسل الفاكهه او الخضار. زي ما انتوا يعني عارفين انا دايما بغسل الخضار ولازم انقعه كويس جدا. بس مؤخرا شفت فيديوهات كارثية الفراولة مع الغسيل، وبتحط لها بقى خل، تحط لها سكر. الكلام ده بيطلع منها كائنات صغيرة. فاغسلوا بقى الفاكهة كويس جدا جدا. لازم كده تنقعوها وتغسلوها في مية جارية عشان تتخلصوا من اي حاجة موجودة فيها. انا غسلت فراولة مع خوخ مع جوافة. هنقعهم بقى زي ما انتم شايفين كده في المية، وهحط عليهم الخل. حابين تضيفوا كربوناته برضو ممكن تحطوا، بس انا بصراحة مش بحب احطه مع الخضار او الفاكهة فترة طويلة، لاني بلاحظ ان الفاكهة او الخضار نفسها بتدبل وبتطرى منهم من الخل مع الكربونات. فبكتفي بالخل، والخل كده كده معقم وكل حاجة، فبكتفي بيه تماما. عايزة بس اتكلم في نقطة. ان جالي كومنت على الفيديو بتاع امبارح، وواحدة بتقولي ان الصن بلوك ضار وخطير ومن مسببات الكانسر، يعني ربنا يعافينا يا رب. بس يعني ايه الدليل على هذا الكلام؟ اولا يا جماعة، الدراسات اثبتت ان اشعة الشمس اللي بتوصل لنا بتخترق الجلد وبتسبب، يعني ربنا يعافينا جميعا يا رب، لا قدر الله، سرطانات الجلد. فمهم جدا جدا ان احنا نختار سان بلوك يكون فيه UVA و UVB فلترز. تمام، يعني احنا مش بنختار اي سان بلوك ونحطه وخلاص. يعني لازم نختار السان بلوك اللي بيبقى مكتوب عليه UVA و UVB فلترز، مش اي حاجة، مش اي حاجة رخيصة، مش اي عرض بنجري وراه. ولو عايزيني ارشح لكم اسامي سان بلوكس تكون كويسة وفيها الفلترز دي قولولي. الصن بلوكس بيبقى فيها الكيميكال فلترز دي والفيزيكال فلترز، وانا بتكلم من نطاق شغلي وكمان دراستي. وانا ان شاء الله الفترة الجاية بحضر كده لمشروع خاص بيا، وهو ان انا اعمل منتجات
المنتجات دي بتكون حاجات بقى سان بلوك او كريمز او اي حاجة خاصة بالسكين كير او الهير كير. فلو عايزين تسألوني او عايزيني ارشح لكم منتجات تستخدموها موجودة في الماركت، مفيش اي مشكلة، ممكن اقول لكم. عايزين تسألوني على اي حاجة خاصة بالسان بلوك او عن السكين كير او الهير كير، ما عنديش اي مشكلة، اسألوني في الكومنتس. وتابعوني على الانستجرام وعلى التيك توك، هتلاقوا برضو المحتوى كويس قوي وهتستفيدوا منه. يعني عايزة اقول ان ما ينفعش ان احنا نقول اي كلام وخلاص من غير اي ادلة، ونخلي الناس ان هي تبطل تستخدم الحاجات دي وتتضر. عايزه اقول لكم ان اليو في اي واليو في بي من الحاجات المهمه جدا ان احنا لازم ندور عليها في الصن بلوك، علشان ده بيحمينا من ان احنا اشعه الشمس الحاره دي تحرقنا، ومن الحاجات الضاره اللي ممكن تسبب كانسر والعياذ بالله. نرجع بقى للفيديو بتاعنا. انا كنت غسلت بقى الفاكهه وكده زي ما انتوا شفتوا، وهي كده بقت زي الفل. وبعد ما نقعتها في الخل طلعتها غسلتها تاني بالميه واكدت عليها لغايه ما الميه بتاعتها بقت شفافه تماما، ما فيهاش اي رواسب ولا فيها اي حاجه، واتاكدت ان هي نظيفه تماما. وبعد كده بقى ببدا ان انا اشيلها انشفها زي ما انتوا عايزين. انا الفراوله بالنسبه لي بصراحه ما لهاش روح عندي، ما يعني مجرد ما بسيبها في التلاجة يومين ولا حاجه بتبوظ. ف بحب ان انا اجيبها كده واقطعها وبحفظها في التلاجة في سكر، او لو انا عايزه حاجه صحيه او بديل صحي بحط اي بديل للسكر زي العسل الابيض. وده بيخليها تنزل بقى ميتها وبيحافظ عليها. لو حابين بقى تعملوها مربى او هوريكم ان شاء الله بس في الفيديو الجاي طريقتي اللي باكل بيها الفراولة. فدي اسهل طريقة بحافظ بيها على الفراولة عشان ما تبصش معايا في التلاجة ولا يحصل لها اي حاجة. وفي نفس الوقت احنا عارفين ان السكر عموما مادة حافظة، ولو مش عايزين السكر هنستخدم اي بديل تاني ليه، مفيش اي مشكلة. ممكن نستخدمها بقى كمربى ونعملها صوص مربى كده، او نقطعها في كاسات كده وتتقدم مع انواع تانية من الفاكهة، بتبقى عاملة زي الفروت سالاد كده، بتبقى تحفة وخطيرة. وفي نفس الوقت نكون حافظنا على الفراولة وما تبصش مننا، والصوص المية بتاعة الفراولة اللي بتنزل منها بيكون طعمها حلو قوي قوي، وبتكون مسكرة طبعا علشان المادة السكر اللي احنا حاطينه. قولولي بقى ايه الطرق اللي بتحفظوا بيها الفراولة، وهل بتشيلوها كده بقى زي ما هي سليمة؟ انا جربت بصراحة ان انا اشيلها سليمة، بس فعلا يعني بعد يومين في التلاجة بتلاقوها باظت. يعني حتى لو انتي منشفاها من المية هي بحس ان هي بتعمل مية، حتى لو انا حاطة مناديل او كده عشان تمتص اي رطوبة او كده، لا بتبوظ مني برضو في كل الاحوال. فبصراحة بطلت الطريقة دي تماما، وبقيت خلاص دي الطريقة المعتمدة بتاعتي. اما بقى باقي الفاكهة فانا نشفتها بمناديل كويس جدا جدا عشان اقدر ان انا احفظها في التلاجة. حطيتها في علبة بلاستيك، وطبعا العلبة تكون ناشفة تماما علشان ما يحصلش اي عفن ولا اي حاجة في الفاكهة. وبس كده، دي كانت طريقتي في غسيل الفاكهة. تعالوا بقى اوريكم تحفة ديكورية جبتها جديدة جديدة وحلوة قوي بصراحة. ولقيت يعني اشكال حلوة جدا جدا في جملة ماركت. الناس اللي بتحب بقى الحاجات الديكورات الرقيقة دي والحاجات الترندي هتعجبكم قوي. المراية دي بجد شكلها حلو جدا، ولما حطيتها على الوحدة دي بجد خلت شكلها حلو جدا وشيك. وليها ستاند كده عشان تحطوها عليه، وممكن تعلقوها زي ما انتوا عايزين. يعني بجد شكلها حلو قوي قوي وعجبتني، ومبسوطة قوي ان انا اشتريتها. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه ويكون عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش، وتسيبوا لي كومنت حلو. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.